احنا موجودين دلوقتي في الكنيسة الرئيسية والكنيسة الكبيرة. الكنيسة هنا هو طبعا تعتبر في تاريخها دي كنيسة الدير الرئيسية الكبيرة، واللي يعتبر بيتجمع فيها رهبان الدير للصلاة. حاليا احنا يعتبر الشعب أسوان بيتجمع هنا في المكان كل سنة في مناسبة عيد الأنبا هدرة السائح، عيد نياحته أو عيد يعني إنه هو ترك العالم. في التاريخ ده بيكون يوم 12 كيهك في التاريخ القبطي، بيوافق حوالي 21 ديسمبر كل سنة. ويمكن الأنبا هدرة السائح الناس حبته أكتر بسبب قصة حياته كإنسان كان مسيحي منذ طفولته. كان يحب الصلاة، يحب الصوم، يحب الوحدة، ونشأ في أسرة يعني علمته الفضائل. ولما دخل كده في مرحلة الشباب حب يجوزوه، كان هو حدد في داخل نفسه إن هو يختار طريق الرهبنة، ده طريق بتولية مفهوش جواز. وطبعا أضاف البتولية دي أصوام وصلوات ونسكيات دي طبعا زيادة. فكان يحب يروح يزور الأديرة، فطلع في الجو الروح دي، وهو اللي اختار الطريق الحلو ده. تتلمذ على يد قديس عظيم علمه طريق الرهبنة والوحدة، الوحدة اللي هي التوحد في الجبل في العبادة وفي الصلاة، اللي هو الأنبا بيمن. الأنبا بيمن هو من قديسين أديرة وادي النطرون، لكن مع غارات البربر جه لأديرة الصعيد، وفي الفترة دي تقابل مع الأنبا هدرة السائح اللي تلمذه على الرهبنة. طبيعة مدينة أسوان في الناحية الشرقية من النيل، دي البيوت والناس والعيشة والأسواق والحياة والتجارة. غرب أسوان كانت الصحراء، ودي اللي هو كان يعتبر مكان مناسب اللي يعرف يدفع يعني يعيش فيه كراهب، بعيد عن دوشة المدينة وبعيد عن دوشة وصخب المدينة، ويعرف يتعبد فيها كويس. فاختار المكان ده لأن ده يعتبر الغرب. هو ما كانش كمان بس هنا، ده كلمة السائح دي بتطلق على الراهب اللي هو بيتوغل في صحراء داخلية، يعني كده بالتعبير يسموها الصحراء الجوانية، بحيث ان هو كمان حتى الوصول ليها بيكون مش سهل، علشان خاطر يبعد عن اي زيارات او حد ان هو يزعجه بزيارات ويتفرغ للعبادة يعني. والتوحد الخالص اللي في اعماق الصحراء ده منه اخذ لقب الانبا هدرة السائح، اللي هي درجة السياحة اللي هي بعيدة حتى عن التجمعات الرهبانية، لكن هو اختار الطريق ده. ومن خلال رؤية سمائية إلهية عارف إن هو لازم ينزل، لأن ربنا اختاره لخدمة معينة. وطبعا سيرته العطرة كان سمع بيها كتير من الناس، بدأ تجمعوا حواليه شباب طالبين الرهبنة، فبدأ يحط نظام الرهبنة دي اللي بنسميها الرهبنة الباخومية. دايما بتبقى في فتحة في الجبل. يعتبر احنا لو بصينا الوضع الطبيعي للمكان هنلاقي ان دي بداية الهضبة او الجبل اللي اتبنى عليه هذا الدير. هذه القلاية او هذا الحصن يعتبر اقدم مكان في هذا الدير، لانه كان منحوت بالصخر، وكان بداية تواجد الانبا هدرة في اسوان في هذا المكان. هذا المكان السقف الخاص به برسومات هندسية تمثل الصليب. على الجدار الغربي رسومات لبعض القديسين، هم يرفعون أيديهم بكف الدعاء إلى الله، وحول رأس كل قديس هالة على شكل دائرة. كان ده في السقف حضرتك يقال إنه الأنبا هدرة عندما كان يتعبد بهذا المكان خوفا من أن يغالبه النعاس، فكان يربط شعر رأسه بهذه الفتحتين الموجودين في السقف لكي لا ينام ويتعبد إلى الله أكثر. الدير ده دير كبير جدا، وكان يتميز انه دير يستضيف الزوار لانه ممر. فهو وجوده يمكن ان هو جنب النيل عشان خاطر الحياه تكون مستمره، طبعا الميه اكيد يعني مصدر حياه مستمره حلو، وعشان خاطر الصحراء مجال للتامل وللتعبد بعيد عن الضوضاء. فعشان كده المكان ده متميز جدا ومتفرد كرهبنه، جنب منه الحياه
والنيل، وجنب منه الصحراء بتدي فرصة للتعبد والتأمل. وبعد كده هو هنلاقي إن الدير كمان فيه مكان لاستضيافة الناس، يعني في مخازن وفي مكان للدواب وفي مكان عشان خاطر معيشة الضيوف حتى يعني.